سوريا عم تنهار ومحتوى بيهدم صورة القادة مو وقته هلا. ما بدي هاجم حدا، بس رح اسألك سؤال، المحتوى اللي عم تعمله عم يبني ولا عم يهدم؟ وفي لك رسالة كتير مهمة بنهاية الفيديو. كلياتنا شفنا فيديوهات المقالب بالمدراء، ضحكنا، شاركنا وما فكرنا كتير، بس في طفل صغير شايف هالفيديو وعم يتعلم انه المدير شخص ممكن ينضحك عليه، وفي موظف شايفه وعم يتعلم انه المقاومة أذكى من الاحترام. وبصراحة اللايكات حلوة، بس اللايك اللي بتكسبه ما بيساوي الثقة اللي بتكسرها عند الجيل اللي عم يشوفها. بدي خبرك انه المدير ماله عدوك، المدير اللي عم تضحك عليه فيديوهاتك هو نفسه اللي بيوقع الرواتب وبيفتح بيوت وفرص شغل جديدة وبيحمل مسؤولية عائلات كتيرة على كتافه وهو ساكت. ممكن يغلط طبعا، بالنهاية هو بشر وماله معصوم، وممكن بكتير اوقات يكون بطل صامت عم يواجه ازمات ما بتعرف عنها شيء لتضل شركتكم واقفة على رجليها. بس لما تحوله لمادة كوميدية رخيصة لحتى تجيب شوية تفاعلات، انت عم تظلمه وعم تسرق منه ابسط حقوقه انه ينفهم صح. وبدي خبرك انه اللايكات مو ميزان، في فرق بين المحتوى اللي بيضحك والمحتوى اللي بيبني. الاول بتكسب فيه لايكات، الثاني بتكسب فيه ثقة، وثقة الجمهور أطول عمر من أي فيديو فيروسي. بدي خبرك إنه سوريا اليوم بحاجة لنموذج تاني، نحن بمرحلة إعادة إعمار، مو بس إعمار مباني، إعمار ثقة، ثقة الموظف بمديره، وثقة المدير بفريقه، وثقة المجتمع بإنه في ناس عندها كفاءة لتبني. وكل فيديو بيهدم هالثقة بيأخر هالإعمار. وهون بدي أقول لصناع المحتوى مباشرة، أنتم مو بس أشخاص بيصنعوا فيديوهات، أنتم عم تصنعوا ثقافة، والثقافة اللي عم تزرعوها اليوم هي اللي رح تحصدوها بأولادكم بكرة. السؤال مو شو يلي بيعمل فيوز، السؤال شلون بدي ابني. سوريا ما بتتعمر بالاسمنت بس، بتتعمر بالناس اللي بتحترم بعضها، وانت صانع المحتوى او الموظف او المدير جزء من هذا البناء. شاركني رأيك بالتعليقات، شو اللي بتحب تشوفه أكثر على السوشيال ميديا، محتوى بيضحك ولا محتوى بيبني؟